دكتور محسن، يعني بالتأكيد هناك رؤية خاصة من قبل جماعة الإخوان المسلمين لنتائج الانتخابات، وخاصة صفر كانت لا معقولة بالنسبة لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة خط النظام مع الإخوان في التعامل في قضية الانتخابات تقريبا شبه ثابت. لو استقرأنا تاريخ دخول الإخوان الحياة البرلمانية في مصر مع النظام الحالي هنجد هو النتيجة المتوقعة اللي هي صفر، واحنا قلناها قبل ما يوم الانتخابات. سنة 84 أول مشاركة سياسية للإخوان المسلمين في الانتخابات نجح 10. سنة 87 بعدها ب3 سنوات نجح 36. في تصاعد. النظام عايز التمثيل الهامشي 1 2 3 أقصى 10. 36 عدد مخيف، فتح الباب فكبر العدد، اتقفل. اللي بعديها كان 1. ليه؟ لأن خلاص مش هتخش. طالما أنت عايز تخش بنسبة تبقى فيها نوع من المشاركة والمنافسة مش هتنفع. عايز تخش حاجة شكلية، لأن المعارضة لابد أن تكون شكلية في مصر. هذه رؤية النظام في تعاملها مع المعارضة وخاصة مع الإخوان المسلمين. بس مش من العدد الكبير بتاع مجلس الشعب نفس الحكاية. واحد ابتدينا، ابتدى 17 في سنة 95، في سنة 2000، سنة 2005 88. المتوقع ان في ممارسة الإخوان المسلمين في التعاون مع الانتخابات في الفترة الحالية وخاصة بعد التعديلات الدستورية خلاص ما فيش مقعد للإخوان المسلمين. ودي كانت رؤيتهم، والدليل على ذلك ان أمين الحزب الوطني تقدم بشكوى ضد ال17 مرشح للإخوان من شطبهم، وبعدين اللجنة فقط من أجل رفع شعار ديني، وأنتم كنتم تعلمون أن التعديلات الدستورية تقول لا وجود للأساس الديني في السياسة. نتكلم في قضية الشعار الديني. نعم. مفيش استخدام، ما أعضاء الحزب الوطني استخدموا الشعارات الدينية إذا كان بنسميها شعار ديني. كيف؟ أعضاء الحزب الوطني تحدثوا، استخدموا بعض منابر المساجد، استخدموا بعض المؤسسات، لم يستخدموا شعارا دينيا، استخدموا المؤسسات ورفعوا الآيات القرآنية. أنا بتكلم قضية التعامل مع الشعار الديني مفهوم ومطروح لدى الشعب خطأ. التصور مش عشان الإخوان رفعوا الشعار الديني فسقطوا، لا، ده في قمع، في تجاوزات. دي تعتبر أسوأ انتخابات تمت في تاريخ الحياة البرلمانية والانتخابات في مصر. ازاي يا دكتور؟ لعدة أسباب. أول حاجة غياب الإشراف القضائي. مفيش إشراف قضائي. الإشراف القضائي اللي موجود دلوقتي إشراف شكلي، لجنة موجودة في مكان وبتقدم لها بعض الأوراق وصعب أن يصل إليها المواطن أو المرشح أو المحامي بتاع المرشح ولا تنظر في الشكاوى. الحاجة الثانية إن أصبح الآن الإشراف من قبل السلطة التنفيذية. الشرطة هي اللي مسيطرة على العملية الانتخابية في داخل اللجان وخارج اللجان. إذا تغول السلطة التنفيذية. نجح ناخبين في الذين انتخبوا أو كانوا سوف ينتخبون مرشحوا الإخوان في انتخابات مجلس الشورى، هل نجحوا في الوصول إلى صناديق الانتخاب أم أنهم لم يصلوا؟ ما وصلوش. كانت هو حضرتك اللي يستقرأ التاريخ ويستقرأ الواقع يجد أن في تزوير مع سبق الإصرار والترصد. احنا عندنا مثلا في الدايرة اللي أنا فيها بنتمي لمحافظة القليوبية، حجم الخروج اصلا زي ما قال مؤسسات المجتمع المدني واللجان المراقبه والواقع اللي احنا بنشوف بعينينا والكاميرات التصوير اللي خرجت وشافت بسيط جدا، لا يتجاوز 5 و 6%. 5 و 6% يعني معناه ان مش هيطلع حوالي 15,000 20,000. لما يجي مرشح ياخد 153,000 ما بتحصلش في مجلس الشعب اللي هو اقوى تفاعل سياسي داخل الحياه السياسيه في مصر. 153 قصاد المنافس ليه 4000. شوفوا الفرق عامل ازاي. يعني معناه منافسه غير طبيعيه. بالاضافه الى ان حضراتكم يعني ذكرتوا بعض الامثله الان. احنا اللي عرفناه وده مكتوب في الجرايد وعلى وسائل الاعلام، لما الدوله ارادت انها تنجح فرد لاتجاه معين لا نزل ليه اعلانات ولا يفط ولا الناس تعرف اسمه، وفجاه نجحوه بالعافيه بطريقتهم. إذا عملية تسويد دي تسويد للبطاقات. يعني واحد قاعد ماسك البطاقات وزي ما احنا شفنا على القناة الفضائية ماسك البطاقة عمال يحط. ادي الانتخابات.
دكتور محسن، إذا أنت تتخذ من النتائج دليلا على أن هذه النتائج ليست حقيقية والأعداد الكبيرة التي ذكرها. أستاذ حسن، يعني وسائل الإعلام المقروءة في مصر وخاصة مجموعة من الصحف وأيضا العديد من القنوات أشارت إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في عملية حصر الأصوات وأن هناك تسويد بالفعل للبطاقات. يعني حقيقة هذا الأمر أم أنك ترى أنه هناك نقطة غائبة من وجهة نظرك؟ شوف، من المؤكد أن هناك بعض التجاوزات. ما فيش حاجة بتمشي بشكل مطلق، لا، في تجاوزات من المؤكد. في بعض الصناديق أغلقت مبكرا، في بعض اللجان فتحت متأخرة، في بعض التجاوزات، في بعض اعتداءات حدثت، في تجاوزات. ما حدش يقدر يقول ما فيش تجاوزات. من مين؟ ولا بيبقى بيضلل نفسه. من مختلف الأطراف كلها. من مختلف الأطراف في تجاوزات من مختلف الأطراف، سواء كانت هذه التجاوزات من حزب الحاكم او من حتى من اطراف الكتله او من في تجاوزات، لانها كتله بتتوقف على عمليات فرديه مش منظمه. لان لو منظم، لو العمليه منظمه، ما هو ممكن جدا ما يخليش الناس توصل لصندوق الانتخابات. فهنا العبره ليس بالاشراف القضائي، وانما اراده السلطه في اجراء انتخابات نزيهه. ما احنا كنا لما كان في اشراف قضائي كامل، وحاليا ما نقدرش نقول ما فيش اشراف قضائي. في اشراف قضائي في اللجان الاساسيه فيها قضاه، لكن هي ما هو كان في اشراف قضائي وقال لك بيمنعوا الناس من الدخول. اذا العبره مش بوجود القاضي على الصندوق، وانما باراده القوى السياسيه القائمه على اتخاذ الحيده في الانتخابات. استاذ حسن، اسمح لي الأمر يرجع إلى إرادة السلطة السياسية أو السلطة على أن توجد انتخابات نزيهة أو لا توجد انتخابات نزيهة، وأنت قلت أن هناك تجاوزات. إذا أنت تعتقد أن السلطة تجاوزات من كل الأطراف. إذا ولكن السلطة حضرتك قلت إن أرادت أن تمنع سوف تمنع. إذا إحنا بنقول إيه؟ لو هناك نية مبيتة هتمنع ببساطة جدا جدا، ولا نستطيع أن ننكر أن هناك تجاوزات. إذا قد ساهمت السلطة من وجهة. حتى الصحف القومية على فكرة كتبت أن هناك بعض التجاوزات. ما نقدرش ننكر. انا كرئيس مؤسسه قوميه ورئيس تحرير قلت ان هناك تجاوزات، وتجاوزات من مختلف الاطراف. الى انها فقط من اجل حفظ ماء الوجه. لا، لكن انا بقول ايه، لكن انا خلينا صرحاء مع انفسنا. اقوى حزب موجود كتنظيم في العمليات الانتخابيه هو الحزب الوطني. كتنظيم، انا بقول كتنظيم. الكتله الاخوان ليها قاعده، مش ملهاش قاعده، ليها قاعده. ما نقدرش نقول نبقى كذابين، ولكنها لكن انا بقول ايه، لماذا الاصرار على الشعارات الدينيه؟ ليه الاصرار؟ انا كواحد بختار الاصلح، سواء كان ملتحي مش ملتحي، تيار ديني او غير ديني، انا بختار الاصلح اللي يؤديني الخدمه للمواطن. لكن اتستر وراء الدين انا لا. انا بعتبر اللي بيتستر فقط وراء الدين يبقى انسان ضعيف او مرشح ضعيف بيعتمد على قوى اخرى بتحركه، انا بعتقد بيستغل عواطف البسطاء من الناس. عندنا الأمية ما زالت بتؤثر على قوى الناخبين. أنا بعتقد ليها تأثير. في ناس كتير جدا كلمتنا، حتى وصلت لنا مداخلات من خارج مصر، وكان معانا هنا ضيف عزيز علينا أيضا شرفنا في استوديو هوا اقتصادية، وكان ممثل الإخوان المسلمين. قال يعني الاتصال بالظبط قال كده، قال أرجوكوا يا جماعة شيلوا إيديكوا عننا، الحزب الوطني يشيل إيده والإخوان يشيلوا إيدينا، لأن إحنا كل ما نتصور إن إحنا هندي صوتنا للإخوان هيطلعوا وهيكتموا على نفسنا لو ادينا صوتنا للحزب الوطني، فبالتالي ممكن ما يكونش فيه تغيير زي السنين اللي فاتت، فبالتالي إحنا بين مطرقة الإخوان وسندان الحزب الوطني، وده كان بالنسبه لهم حاجه صعبه قوي. والاستاذ حسن اكد اكتر من مره على ان يعني انا قلقت والسبب في ده ان انتوا استنفرتوا جزء ديني عندنا، وبعد كده لقينا ان مفيش حاجه حصلت قوي، وان احنا قلقنا تاني هتعملوا فينا ايه بعد كده. يعني اكيد عندك رد يا دكتور حبيب محسن. شوف، لما نقول التستر حول ان في سبب بيخلي الحكومه تقدم على هذا الوضع المشين والسيء في حق الشعب المصري، ان الاخوان بيرفعوا شعار ديني، هذا تستر وهذا اسلوب غير صحيح. انا بتكلم عن الشعب. برضك الشعب غير كده تماما. ليه ما قلقش؟ انا هتكلم في نقطتين. النقطه الاولى زي ما الاستاذ حسن تفضل، انا في تجاوزات. هنطلق للنقطه الثانيه اللي حضرتك بتقولها، بس اقف عند كلمه تجاوزات لان دي هي الاصل. التجاوزات اللي موجوده ممكن تقع تجاوزات زي ما بيقول في كل بقاع الارض، نعم، في كل بلد، لكن لما يبقى في تجاوزات من السلطة التنفيذية من رجال الأمن، دي ما تبقاش تجاوزات، دي اسمها جريمة،
دي ما تبقاش تجاوز. التجاوز ده لما يكون اتنين بيتنافسوا مع بعض، واحد يعني يبتدي يحصل منه بعض الأخطاء أو التجاوزات، فتتدخل الحكومة العادلة، السلطة العادلة لمنع هذه التجاوزات. لكن ده السلطة المنوط انها تعدل بين المتنافسين هي اللي بتتغول، هي اللي بتعتدي، يبقى دي مش تجاوز، دي جريمة، وبالتالي لا تسمى انتخابات.